يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين وصباح الطاقة الإيجابية. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين وحشتوني والله العظيم من آخر فيديو. طبعا انا ما كنتش عارفه اصور ولا بصوا والله العظيم، يعني بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا بصور الفيديو ده، وزي ما يكون والله العظيم بنسى التصوير وبنسى كل حاجه وبنسى المونتاج لما اجي اصور. يعني انا كبرت الصوره دي ومش عارفه ان كانت كبرت هتجيب الصوره مظبوطه ولا مش مظبوطه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام، واكتبوا لي تعليق حلو منكم وكومنت جميل كده، ما الكومنت هو التعليق. اكتبوا لي تعليق حلو كده واعملوا لي لايك جميل زيكم. ويلا بينا نخش على الفيديو بقى ونشوف احنا هنعمل ايه. بصوا بقى، انا كان عندي نص كيلو لبن وقلت عايزه اعمل جبنه موتزاريلا. بصوا انتوا ممكن تجيبوا كميه لبن كتير وتعملوها، والله العظيم حلوه جدا جدا يا بنات، جربوها بالطريقه اللي انا بعملها دي هتعجبكم قوي. بصوا انا سبته تاني يوم يعني كان في الضرفه في الرف اللي تحت الفريزر، وما جرالوش طبعا اي حاجه، يعني كان فيه بس يعني كان هيبتدي يقطع. فانا عملت ايه بقى؟ جبته على نار هاديه وحطيت معاه، يعني ده نص كيلو لبن هتحطي له تمن كوبايه خل، تمن كوبايه خل. تحطي على نار هاديه وتفضلي تقلبي لما تفصلي الكتل دي عن بعضها كده. طبعا انتوا ممكن تعملوا كميه كبيره زي ما انتوا عايزين، بس انا اللي كان عندي نص كيلو لبن وانا كنت عايزه حته جبنه موتزاريلا. انا بشتري جاهز، بس لما بيكونش عندي انا بعملها، وبعملها بالجبنه القريش برضو بتبقى تحفه تحفه تحفه. ان شاء الله برضو لو كتبتوا لي في التعليقات هبقى اعمل لكم من الجبنه القريش، لما يبقى عندي جبنه قريش كتير اعمل لكم، اعمل حته كده موتزاريلا واوريكم. بصوا بقى، على نار هاديه خالص وتولعي على اللبن، ومعاه حبه خل. يعني تحطي على نص كيلو لبن تمن كوبايه خل، وضعفوا بقى انتوا الكميه، وتمن كوبايه خل برضو ينفع على الكيلو لبن برضو، حلوه هيفصلها برضو. وعلى نار هاديه تفضلي تقلبي كده، وتجيبي الكتل على بعضيها كده على جنب بالراحه خالص، لغايه اما تحسوا ان اللبن كله الكتل بتاعته كتلت وبقى شرش، عمل شرش كده زي بتاع الجبنه القريش. والله العظيم انضف من بره بكتير واحلى وحاجه مضمونه وحلوه، وهيرمي معاكي كميه حلوه. بس انتوا هاتوا حد من لبن من حد مضمون، وهاتوا كميه لبن اعملوها مره واحده. يعني ما تجيبوش زي نص كيلو، انا عامله لكم نص كيلو بس كتجربه عشان هو كان عندي، عشان انزل لكم الفيديو ازاي تعملوا منه جبنه موتزاريلا. انا بعملها كتير، بتبقى عندي وبتبقى بتقعد في التلاجة، لما بكون عندي لبن كتير بعملها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله باذن الله. انا كنت قايله لكم هقول لكم هاجر عملت ايه في المسح الذري. الحمد لله الحمد لله، المسح الذري بتاعنا طلع زي الفل، وطلع بس احنا عندنا نقص كالسيوم، اللي عامل فينا كل ده نقص كالسيوم. الدكتور ما كتب لهاش اي حاجه، قال لها بعد 3 شهور نعيد التحليل ونشوف الدنيا عامله ازاي. بصوا بقى، بعد ما اللبن كتل خالص بصفيه في مصفى. بصوا بصفيه، تصفيه كويس جدا جدا بالمعلقه، او تصفيه بايديكي، ضغطي على المصفى كويس قوي بايديكي وصفي الكتل دي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، والله العظيم الطريقه دي جميله جدا جدا جدا. ويا سلام لو عندك منفعه بدل الخل استبدليه بالمنفعه. المنفعه هترمي لك كميه اكتر من دي بكتير جدا، بس انا على فكره ما بلاقيهاش، مش بلاقي المنفعه. المنفعه دي اللي بيتعمل منها برضو الجبن والحاجات دي حلوه قوي قوي قوي. تصفيها بايدك على قد ما تقدري، صفي 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 بشاشه بايدك بمصفى سلك زي اللي انا جايباها دي. بصوا بصفي ما تخليش فيها ولا نقطه ميه، وبعد ما تصفيها حلو قوي حطيها في كيس وطلعي منه الهواء وحطيها في الفريزر، وبعد شويه بس يجمد وبشوريها بالمبشره. يا سلام على جمالها، حاجه نظيفه في البيت وجميله وموفره واقتصاديه. ولو انت مش لاقيه حتى جبنه موتزاريلا بره تقدري تعمليها. بصوا، وتقومي جايبه يعني معلقه زبده صغيره او حته زبده طرف المعلقه كده، وتدفي النار عليها كده وتقلبيها فيها. يعني بصي هتبقى تحفه معاكي. تمرريها كده في طاسه او في حله او في صينيه، وتحطي عليها حبه من الشرش اللي كان عندك، وطرف المعلقه زبده متسيحه او مش متسيحه، وتدي تقليبه تقليبه، تفضلي تجيبيها يمين وشمال. بس انا عشان كنت بصور بايد والكاميرا بايد ما كنتش عارفه اجيب، تفضلي تجيبيها يمين وشمال يمين وشمال، وبس على كده تقومي مجمداها بايدك تاني، تحطيها بقى تبرد وتحطيها في الفريزر شويه، وبعد كده تبشريها، وعايزه تبشريها كده تبشريها برده. بصوا شايفين المطه بتاعتها؟ انا بوريكم. بصوا شوفوا المطه بتاعتها عامله ازاي وهي لسه على النار. المطه بتاعتها جميله جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بوريكم. بصوا دعكتها تاني، بصوا بصوا شايفين المطه بتاعتها وهي على النار؟ دعكتها تاني عشان تشوفوها شكلها عامله ازاي. انا فكيتها تاني وبعدين رحت مجمعاها بقى. مش عايزه تعملي الطريقه دي وتستكفي بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها زي الفل. بصوا
عشان تديكي المطه. الحركه دي اللي هتديكي المطه بتاعه الجبنه الموتزاريلا. ولو كانت المنفعه موجوده بتحطي مثلا قد كام نقطه كده من المنفعه، بتديكي كميه اكتر. هنا بقى لما انا كنت رايحه بهجر للمسح الذري، اليوم اللي احنا كنا نعمل فيه المسح الذري، بصوا هي مصممه ما تجيش معايا، بتتكسف جدا، غير حبيبه والله العظيم. الحمد لله رب العالمين. وفصلتها عن اخواتها حوالي 24 ساعه. بصوا انا بضحك عليها، مش عايزه تيجي معايا ابدا ابدا في الكلام. يا بنتي تعالي، طب ما انت وشك جبان مره، حبيبتي تعالي. يهديكي يرضيكي ابدا. فانا قاعده عماله اضحك عليها ومسخسخه على نفسي من الضحك. قعدنا اتلطعنا يوم كامل، يعني اليوم ده كان يوم ما يعلم به الا ربنا، يوم كامل بره. يعني هم قالوا لنا تيجوا الساعه 3، احنا رحنا هناك بالظبط 3. يعني على ما دخلنا، لا قالوا لنا تعالوا الساعه 2، احنا كنا هناك بالظبط 2 بالظبط. على ما دخلنا عملنا المسح الذري بقت الساعه 3، عدى ساعه على طاعونه، ساعه بحالها. ماشي كده. واللهم صل على حضره النبي. الدكتور قال لنا بصوا هي النتيجه بتاعتها، هي بتاعت المسح الذري. الدكتور قال لنا بعد 3 شهور هنعيد التحليل تاني ان شاء الله، عشان نشوف الغده مثلا هيحصل لها زياده تاني زي المره الاولانيه ولا لا. بس الحمد لله اطمنت عليها. فاضل لي بقى اسرح ببلال بقى، اخد بلال كده واسرح عليها من دكتور العظام برجليه، ودكتور مسالك بوليه، وبصوا كذا حاجه. يعني بلال عايز مستشفى لوحده، وربنا يعيننا يا رب ويقوينا. واروح اكشف على بلال ان شاء الله باذن الله. انا بس عشان الفتره دي كمان عندي امتحانات تاني للمعهد، الفتره دي كلها امتحانات، فيعني ممكن ان شاء الله اخده برضو يوم للعظام ويوم للمسالك البوليه ان شاء الله باذن الله. دعواتكم بقى ان شاء الله. ربنا يشفي ولادي ان شاء الله ويتم شفاهم على خير باذن الله. كده اطمنت على هاجر الحمد لله ان هي ما عندهاش حاجه. وبعد 3 شهور قال لي الدكتور هنشوف الغده هتزيد ولا هتفضل زي ما هي. هنعيد التحليل ده كل 3 شهور ان شاء الله. متفائله خير ان شاء الله، ما يكونش في اي حاجه وحشه يا حبايب قلبي. شكرا اللي سالوا عليا. عايزه اقول لكم انا كنت في اليوم ده ميته من الجوع، نزلت قلت لها ايه، وهي كانت يعني ما كانتش كلت حاجه خالص. نزلت جابت هي لنفسها بسكوتات وحاجات وعصاير وكده، وانا جبت هو بسكوت ابو ملح ده ابو 5 جنيه، هو ده كفايه عليا قوي. مشبع جدا الحمد لله. وقعدت بصوا في العربيه، قعدنا نمزمز كده انا وهي لغايه ما وصلنا البيت. عاوز ايه يا بلال؟ بابا نزل. انا كل فيديو لازم تطلع لي تنط لي فيه، يعني كل فيديو انا بصور. طب الفيديو ينفع ان انا كل فيديو اتفضح فيه كده وافضل اقول يا بلال؟ الناس مش هتقدر تتفرج عليا تاني. لا يا بلال، لا 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 لا, لا. انت متعاقب، انت متعاقب. يرضيكم ان بلال ما بيصليش وعايز ياخد مني فلوس؟ يا جماعه اكتبوا لي كده في التعليقات، قولوا له صلي يا بلال واسمع كلام ماما يا بلال. والله ما تاخد مني جنيه طول ما انت ما بتصليش. انا بسجل كل ده في الفيديو، كل ده في الفيديو عشان عيب كده. والله العظيم ما تاخد حاجه، انا حلفت بالله والله ما تاخد حاجه. اطلع بره، اطلع بره عشان بسجل الفيديو. اطلع بره، اطلع بره. طول ما انت ما بتصليش ما تطلبش مني حاجه، اطلع بره. كل ما اجي اصور فيديو يطلع لي بلال في الفيديو. روح انت، مصروفك اصلا مش دلوقتي. يلا انا هتصل على بابا، والله العظيم هتصل على، حلفت بالله. هاجر عامله لي كوبايه القهوه عسل عسل عسل، لسه هشربها، هي سخنه. قلت اشربها وانا بسجل لكم كده الفيديو. انا والله العظيم ما نمت من امبارح، ما نمتش غير 4 ساعات، ما نمتش من امبارح غير 4 ساعات. هنا بقى اقول لكم وانا راجعه بقى انا وهاجر من المستشفى، رحت جايبه بقى الفلفل الرومي والحامي ده، وجبت كبده، جبت كيلو كبده، وجبت عيش سياحي، وجبت مخلل. المخلل عايزه اقول لكم بقى سيء جدا، كل ما اجيبه والله العظيم ارميه، يطلع مهري وحش. فانا بقيت اعمل الحمد لله في البيت على طول. جبت خيار وخللته وفلفل حامي، وما شاء الله كل كام يوم كل ما يخلص اعمل غيره اول باول، مش مشكله. احسن ما اجيب المخلل والله العظيم وارميه. انا جايبه المخلل ده كذا مره اجيبه الاقيه مهري، وفي حاجات شبه حمضانه فيه. وهنا بوريكم بقى الجبنه، ما جاتش اللقطه اللي انا بشرت فيها الجبنه الموتزاريلا، والله سامحوني والله العظيم ما جاتش في المونتاج. بصوا لما بشرتها، بصوا انا جمدتها شويه، مش عارفه، المفروض كانت تيجي دي في المقطع بتاع الجبنه كامل على بعضه، سامحوني. انا جمدتها